ابونا هيمسك القربانه في الاول لغايه لما يعمدها وبعد كده يحطها في الصينيه. هيجي يمسكها تاني في القداس. هيمسكها امتى؟ في التقديس. برافو عليك، في التقديس. فعارفين اول لما يجي ابونا يقول ومسك بيديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس ورفع نظره الى فوق وعمل ايه؟ وشكر وبارك وقسم او كسر. اللحظه دي ابونا بقى بيروح جاي ماسك القربانه كده. معلش يا جاي. هتيجي القربانه كده في ايدين ابونا وهيقسم زي ما قسم المسيح. بس لما نيجي نقسم هنقسم ازاي؟ هنقسم من الثلاث تخرام اللي موجودين الناحيه اليمين. ولما يجي ابونا يقسمها ما ينفعش يقسمها كده، ولا ينفع يعملها كده، ولا ينفع يجي ويروح غارز ايده كده فيها. ما ينفعش يعمل كل ده. انا بتعامل مع جسد المسيح. فلما اجي اقسم بجنب صباعي. عارفين الحته الطريه دي اللي في الجنب دي؟ ويجي ابونا يروح داخل ويروح عامل كده ويقسم القربانه من غير ما يفصلها. وبعد كده هو هيروح قاسم جزء من فوق يعمله كده، وجزء تاني من تحت، ويبقى عندي هنا يمين شمال جزء من فوق جزء من تحت. ايه الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت دول؟ برافو عليك. مش ده المسيح؟ مش هو ده المسيح اللي مصلوب اللي بيقدم جسده ذبيحه على الصليب؟ المسيح ده ملهوش راس، ليه راس. الجزء اللي فوق ده هيبقى الراس والجزء اللي تحت ده هيبقى الرجلين. هيحط بعد كده ابونا الجسد الخبز، ما زال دلوقتي لسه خبز، وهيبتدي يقدس الدم زي ما عمل في دي. هيعمل في الكاس شكر وبارك وايه؟ وقدس. قدس. تمام؟ الدم مش هيتقسم، مش كده؟